اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل ايه بقى؟ انا جبت 6 فرخات، حبيت اوفر شوية واعمل حاجات كده في الفريزر، فجبت 6 فرخات زي ما انتوا شايفين. طبعا انا غسلتهم وهم سلام، بس ما بيكونش برضو الغسيل اللي هو لازم بقطعهم. هفصل الاوراق عن الصدور زي ما انتوا شايفين كده. يعني الخطوة دي بصراحة أنا أول مرة أعملها، فحبيت إن أنا أعملها. ناس قالوا لي هاتيها وخلي بتاع الفراخ هو اللي يعملها لك ويخليها لك وكده، بس أنا حبيت أعملها معاكم علشان أشارككم الفكرة، ولو حبيتوا تعملوها يعني. فحبيت أعملها معاكم، بس بصراحة متعبة شوية، يعني أرهقتني. فأنا بعد كده قلت لما هجيب هخلي بتاع الفراخ هو اللي يعملها لي. خدت مني وقت ومجهود شوية يعني، بس هتريحك باقي الشهر، انك انت بتبقى حاجتك موجودة عندك. بتخرجي الحاجة من الفريزر بتغسليها غسلة تاني، طبعا مش بنعتمد على الغسلة اللي احنا غسلناها مع ان مغسولين كويس، بس لازم برضو بتخرجي الحاجة وتفك وبعد كده تغسليها وليمون وكل حاجة برضو. فانا هنا هخلي الصدر. قعدت انا وهو بقى مع بعض كده شوية، اجيبه كده واجيبه كده علشان اقدر ان انا اطلع اللحم، ما هقدرش يعني في اللحم. وبالسكينه بقى كده تكون رفيعه، انا ما عنديش سكينه جزارين، فدي سكينه عاديه عندي مشرشره بس حاميه ورفيعه. تبتدي بقى تحاولي تسلكي العظم كده واحده واحده، وزي ما انت شايفه كده بفضل اكحت بالسكينه على اساس اخلي العظم يبعد عن اللحم عشان ما هقدرش. واحده واحده يعني، هو الموضوع صعب في اوله، بس لو ايديك اتعودت عليه خلاص بيكون سهل بالنسبه لك. هنخليه كده واحدة واحدة، يعني على قد ما تقدري تحاولي تسلكي العظم بالراحة. طبعا العظم اللي احنا نخرجه دوت مش بنرميه، يعني بنعمل منه شوربة، برضو بيتغسل كويس جدا وتنقعيه وتاخديه تستخدميه تعملي منه شوربة. ممكن تحطيها في اكياس، ممكن تحطيه هو في الفريزر وبعدين تبقي تسلقيه براحتك. العظم والقراقيش وكل الحاجات اللي بتطلع منها دي ما بنرميهاش. طبعا انا الكبد والقوانص كنت خدتها غسلتها وسويتها، بس انا ما صورتش المقطع ده لان ما كانش عندي وقت ان انا اعمل اكل، فغسلتها كويس وعملتها بالبصل كده وبالثوم والفلفل واتغدينا منها سندوتشات. هنا الوراك اهي، الست فرخات طلعوا معايا 12 ورك، والاجنحه، وادي العظم، ودي البانيه كله خليته اهو صدور سليمه. هنشكله بقى زي ما احنا عايزين، بقى نقطع بانيه نقطع ستريبس. انا هنا هقطع البانيه، باخد الحتت اللي هي اسمها الموزة دي الاول، دي انا بستخدمهاش في البانيه، بتنفع تفرميها في كفتة او بتقطعها في الستريبس. وكل الحتت اللي هي الصغيرة دي بقى هتستخدميها برضو تفرميها في الكفتة. دي تقطيعة البانيه زي ما انتوا شايفين كده. يعني طبعا انا مش هكون بقطعها زي بتاع الفراخ، بس يعني كويس، مش التقطيع مش وحشة برضو. بس هو طبعا السكينة بتاعته بتكون حامية عن كده، وبتكون هي اساسا سكينة البانيه، فهم ليهم طريقة تانية يعني. يعني ال6 فرخات اذا قلتوا عدد يعني بيكفوك. هنا فرمت الكفتة، والحتة اللي كانت في ايدي دي ليا خروف انا فرمتها. والخضار ده طبعا بصل وفلفل الوان، وعصرته من المية بتاعته كويس. وهنا حطيت معلقة كبيرة فلفل اسود، وبهارات فراخ او ال7 بهارات اللي موجود عندك، والملح. وهنا معلقة بيكنج باودر علشان طبعا تخلي الكفتة هشة مش مكتومة معانا.
ودعكي بقى الكلام ده كله مع بعضه على قد ما نقدر، نفضل ندعك عشان تبقى، يعني انا ما عنديش كبه، لو عندي كبه كنت عملتها فيها، بس انا فرمتها في المفرمه بتاعه الخلاط الصغيره، فمش هينفع احط الكميه دي كلها تاني. حطيت بقى معلقتين كده كبار بقسماط، هدعكهم كده برضو مع بعض كويس. وهنا الميه اللي احنا عصرناها من الخضار، شويه زيت، شويه 7 بهارات او برضو بهارات فراخ، شويه بابريكا عشان تخلي اللون حلو، والملح. بس نقلب الكلام ده كله مع بعضه. وطبعا كلكم عارفين ان الميه دي هنصبع بيها الكفته، يعني عشان تسهل معانا تشكيل الكفته، وبتخلي الكفته طعمها حلو. العصايه بقى اللي عندك او عصيان شيش، اي حاجه عندك، انا عندي دي بستخدمها، بتسهل عليها، لان العصايه بتاعت الشيش بتبقى رفيعه. هنعمل بقى الكفته دي، وهنعمل كفته داوود برضو، يعني الكميه اللي انا فرمتها دي هتعمل معايا نوعين كفته. احنا 6 افراد، لو انتوا اقل ممكن قللوا الكميه وتقللوا عدد الفراخ. ممكن لو انتوا عدد اقل تجيبي 3 وتطلعي منهم برضو اللي انت عايزاه. انا هحط كيس عشان اعمل طبقه تانية، عشان اعزلهم طبعا عن بعض. خلصت النوعين الكفته زي ما انتوا شايفين كده. سهلي على نفسك. ادي هنا عملنا طبقين بانيه، وهنا واحده شيش، طبق شيش، بس انا ما حطيتوش في العصي ولا تبلته، اما اطلعه اعمله. وهنا الستريبس، طبق ستريبس. وطبعا الاجنحه اللي شفتوها والوراك ويا ريت تجربوها، يعني هتسهل عليكم وتبقى حاجه جاهزه عندك في البيت وبس كده.